ازيكم احلى متابعين ايمي لايف ستايل. هاخدكم معايا فلاش باك لتجهيزات يوم فرحي. اول حاجه عشان نوصل للبروفه اللي احنا فيها دلوقتي طبعا كان في مشوار طويل، خليكم معايا عشان تعرفوا الدريس جبته من عند مين، لان كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو. بس اول حاجه ايه رايك هو في الدريس بتاع السكند لوك مش الفيرست لوك، ده السكند. بس عشان نوصل للنقطة دي كان في زي ما قلت لكم مشوار طويل لتجهيزات بقى، المفروشات والستاير والشقة وكل ده طبعا انتوا شفتوه في فيديوهات قبل كده. انا كنت منزلكوا فيه كل حاجة تخص الشقة، بس بعتلكوا الذكريات تاني معايا واقولكوا ان النقطة اللي احنا وصلنا لها في البروفة دي ما جاتش بالسهل خالص، كان فيها مشوار الشقة شقة بمعنى الكلمة. بس في نفس الوقت كان فيها فرحة وسعادة، وان احنا بنجهز لحاجتنا ولا احنا خلاص اليوم قرب. طبعا رحت جهزت نفسي بقى عند احلى روسي سبا، هو عنوانه دمياط القديمة في ميدان الساعة، هنا ميدان الساعة. ولو جايين من عند سوق السمك او الكوبري العلوي، سواء بيجيله من هنا او بيجيله هنا، هتلاقوه فوق سليب هاي للمراتب زي ما عملتلكوا زوم عليه، اسمه روز سبا. بجد المكان تحفة للعناية الشخصية للعروسة قبل الفرح. روحوا هناك قولوا لنا متابع ايمي لايف ستايل ويعملوا لك احلى واجب. وطبعا لازم نجهز العريس وبابايا وكله، فروحت حجزت لهم عند احسن صالون تجميل هنا في دمياط برضو في شارع وزير عندنا، طبعا مشهور جدا اسمه مستر لطفي، لو دخلتوا او بحثتوا عنه هتلاقوه. وبعد كده بقى رحنا عشان نجهز العريس بتاعنا، مش العريس اللي هو جوزي، لا طبعا احلى عريس هو بابايا. رحنا مول الصفا عندنا، جبنا من محل بصراحة نسيت اسمه بجد، بس بعد لف طويل لقينا البدلة الحلوة ديت لايق جدا على بابا. ايه رأيكم في العريس بتاعنا؟ نشوف هنا عمالة اقول له ايه طيب كده ليه يعني، اقف براحتك وكده، قام واقف لي كده مش عارفة ليه. بس كان مكسوف بقى ومحروقة ومش عارف يتصور ازاي كده وانا عمالة اصوره. بس كانت البدلة هتاكل من عليه حتة. لو عندكم عروسة بقى قولوا لنا وماما تجري ورانا. طبعا ما نسيناش ماما، رحنا برضو جبنا لها فستان، احلى فستان، والخالته وبنت خالتي كنا قعدنا نلف كتير. بس طبعا ما عرفتش اجيب لكم بقى ماما في البروف. اما فستاني اللي وريته لكم في الفيديو، في اول الفيديو، هو جايباه من عند سماح القاسم، دي احسن فاشن ديزاينر للفساتين، بجد عندها خرافة، هتطلعي اميرة يوم فرح. شايفين الجمال، شايفين الذوق، شايفين الحلاوة. انا اصلا كنت محتارة اختار ايه ولا ايه ولا ايه، كل ما اروح اعمل بروف الاقي فساتين تانية احلى كمان من الاول. هبلوني بجد. اصلا فساتين السواري كمان عندها خرافة. فساتين برضو في اللي هو السن المحير موجود برضو عندها. انا حبيت اخد لكم جولة في المكان، بس طبعا كل يوم في تجدد، كل يوم في اشكال. لو انت حابة تصممي فستان معين وفي دماغك هيصممهولك. ايه رأيك بقى في فستاني؟ ده الفستان اللي اخترته بجد كان هاندي ميد والتحفة، كان أول لبسة. توقعوا بقى سعره كام على الحلاوة والجمال ده. ده الفيرست لوك، هو عبارة عن 2 في 1، بس كان تحفة لدرجة انه من كتر ما هو تقيل، زيكو يا عيني يوم الفرح لما جينا نستلم مكانش قادر يشيله، كنا بنحاول نشيلهوله ونساعده، وبجد يا عيني بيقولي انت هتستحمليه ازاي. شوفوا يعني ريحناه شوية وخلانا نكمل شيل تاني عادي مفيش مشاكل. قلتله اتعود على رفع الأثقال بقى، هيخسلك 2 كيلو في نزلة الفستان ده بالتقل بتاع ده. كده نكون وصلنا لنهاية الفلوج بتاعنا وتحضيرات فرحي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل ما هو جديد مننا. وقولولي بقى رأيكم في التعليقات على أجمل فستان حبتوه، وهل اختياري كمان في الفستان حلو ولا لأ. ده صور السيشن للفستان عشان برضو يبينلكوا قد ايه هو كان تحفة وفعلا جديد. هستنى رأيكم ودمتم في رعاية الله.